الشطارة في إنك تعملي لهم سندوتش شاورما أحلى من الجاهز وتتحدي بيه أفخم المطاعم وكامل متكامل، يعني من الألف للياء، من أول العيش والشاورما والتومية وكمان البطاطس. هعمله معاكم بكل بساطة وسهولة، ويلا نشوف عملناها ازاي. وأول حاجة نحضر تتبيلة الشاورما. معايا زبدية عليها عصير ليمونة كبيرة وربع كوباية زيت ومعلقة كبيرة توم مهروس ومعلقة صغيرة فلفل أسود وبابريكا وملح وكمان 7 بهارات ومعلقة كبيرة من بهارات الشاورما ونص معلقة صغيرة كركم. وهقلب التتبيلة الخطيرة دي مع بعض، وبعد كده هجيب كيلو صدور قطعتها تقطيعة الشاورما بالشكل ده وهديها تقليبة محترمة وهسيبها بقى حوالي نص ساعة لو مستعجلة، ولو مش مستعجلة سيبيها 4 ساعات. وسلام لو باتت من بالليل للصبح بتبقى خطيرة. علشان نسوي الشاورما بتاعتنا، في صينية على النار حطيت فيها 3 معالق زيت وسبتهم يسخنوا كويس قوي، وبعد كده هنزل بالشاورما بتاعتنا وهديها صدمة كده، ولو نزلت شوية مية مفيش مشكلة عشان هي بس كمية هترجع تشربهم تاني. وكده شوحتها كويس قوي. هديها بقى بصلتين كبار متقطعين جوليان بالشكل ده وهشوحهم برضو مع الشاورما. وكل دي اضافات ممكن ما تضيفهاش، لكن هي بتعلي التست قوي وتخلي طعمها في حتة تانية. وبايدك الحلوين كملي الجميل وانزلي عليها بقرنين فلفل متقطعين وطماطميتين وشوحيهم كده مع الشاورما. وبس كده الشاورما بتاعتنا جهزت معانا. اول ما الخضار يدبل خلاص كده هي جهزت. وللعيش انا عملته في فيديو لوحده علشان الفيديو ما يطولش، هتلاقيه موجود في الصفحة. عيش الشاورما بكل بساطة وسهولة، وبصوا النتيجة بتاعته بسم الله ما شاء الله تحفة. وعاملاه في البيت برضو ومش مكلف خالص واقتصادي وسهل جدا بكل بساطة وسهولة. هتلاقي الفيديو موجود في القناة. بصوا الطراوة والحلاوة مفيش احلى من كده. ويلا يا حلوين نستمتع ونحشي احلى سندوتش شاورما. بفرد كده اول حاجة العيش واديله رشة جبنة موتزاريلا واحط الشاورما اللي لسه عاملينها مع بعض والبطاطس. وشوفولي بقى قوام التومية التحفة، عملتها برضو في فيديو لوحده وهنزلها علشان الفيديو ما يطولش. وبصوا بسم الله ما شاء الله حطي خيار مخلل والسندوتش بتاعك كامل متكامل. ولفي السندوتش وكده جهزنا احلى ساندوتش شاورما. هعمل معاكم واحد كمان بنفس الطريقة، رشة جبنة موتزاريلا والشاورما والبطاطس والتومية الخطيرة اللي هعملها معاكم برضو، وهنزل لكم طريقتها وهتلاقوها موجودة في الصفحة. تمام. ونبدأ كده نقفل الساندوتش وما تنسيش الخيار المخلل. وبسم الله ما شاء الله بالصلاة على النبي احلى ساندوتش شاورما. وركزوا معايا يا حلوين كده في جمال العيش السوري اللي عملناه مع بعض، بجد خطير. ولا طعامة وحلاوة التومية. ويا سلام يا سلام على الشاورما نفسها، كأني بجد واقفة في احلى مطعم شاورما واحلى بكتير كمان. هبدأ بقى في طاسة سخنة كده على النار مش مدهونة اي حاجة. هبدأ بقى اديهم الوش الجميل للسندوتشات بتاعتنا، نحمصهم التحميصة الرايقة علشان ما نبقاش سيبنا اي حاجة. وشوفولي نظافة وجمال السندوتشات خطيرة يا جماعة. اظن شكلها بيتكلم عن نفسها، مش محتاجة اوصف فيها كتير. وعملناها مع بعض من الالف للياء وهي سخنة كده. وابدأي قطعيها بقى واستمتعي بالجمال والحلاوة. جوسي ولوسي وطعمها يجنن بجد. عايزاكوا بقى تقيموا سندوتشات الشاورما بتاعتي وتقولولي تدوها كام من 10 في التعليقات. اوعي تنسوا تقيموها وتقولولي في التعليقات. ولو عجبتكم اعملولي لايك ومتابعة وقولولي رأيكم. سلام.